قصة الجنية ريحانة. وهي تقول لي حتى الغدا ونمشيو عند الفقيه وخوكم ما عندوش مع الفقهاء. المهم درت الخطة للوالدة ولغد ليه مشينا عند واحد الفقيه كان قريب وبدا يخربق علينا. قال ليها الولد عندك فيه المس وشي حوايج ما فهمت والو انا، ولكن قلت في خاطري هاد المشكلة الا ما حليتهاش انا ما غاديش يحلها شي واحد من غيري. اما هاد السيد غاتا يخربق. المهم واحد النهار قررت نرجع للغابة وفعلا رجعت وانا نلقى ريحانة واقفة وسط الشجر غيب وحدها وهي تقول لي صافي توحشتيني وجيتي تشوفني. قلت لها شكون انتي؟ علاش كذبتي عليا؟ قالت لي شوف، من نهار بديتي كتجي لهاد الغابة وانا حاضياك. قالت لي انا كنبغيك وما يمكنش ليا نخليك، وصراحة كذبت عليك باش ما تخلينيش ونبقى تاني وحدانية. انا ماشي من البشر. وانا ملي سمعت ديك الكلمة برد ليا الماء في ركابي، وقف غابزز، ولكن كانت تدوي معايا بالوجه البشري اللي شفتها به المرة الاولى. داك الشي باش ما خلعتنيش بزاف. واحد شوية بان شي دخان كحل وهو يخرج واحد خاينة ما عرفتش كيفاش نوصف. عنده قرون تاع حولي وراسو بحال الديب وعور تيشوف بعين وحده. شاف فيا وهو يقول لريحانة لقد تتلقي بعض الميكروب تاع البشر. قالت لي ماشي سوقك. بقاو تيتناقشوا من بعد بواحد اللغة ما فهمتهاش وانا غاجة حال فمي وتنتفرج. عرفت بلي هذاك هو خوها اللي كان جا عندي ديك المرة، وهي ناري معاه من تحت. انا شوية جا قاصتني، هربت وهو يهزني شير بيا في الارض واحد متر. جرحت في يدي وهي تجي ريحانة كتجري. هي شافتني مجروح وهي تشعل بمعنى الكلمة. نضو ليها القرون وجهها كحال، ونضو ليها الطفال وراسها شعلت فيه العافية من الفوق. وهي تقصد خوها ضربت خوها واحد الضربة تلصق في واحد الشجرة. بقات تضرب خوها ضرب فيه، جرته من شعره وهي طير ليه راسو ولحتو حدايا. قالت لي بواحد الصوت اللي هو مرعب باقي ما تساتش على اللي يديك وانا حية. وهي ناريش هادشي تنشوف. مهم انا بقوة الصدمة غيبت. ملي فقت لقيت راسي ناعس في دارنا. نط وبقى فيا الصدمة. هادي قتلت خوها، يعلم الله اش تقدر دير اخر. نط تنقلب على الوالدة تنغوت الوالدة ما جاوبتنيش. صدمت بقيت تنغوت وتخلعت ياك ما دارت شي حاجة للوالدة. خرجت كنجري بحال الهبيل الزنقة وانا نشوف الوالدة في الحانوت. ارتحيت قلت الحمد لله. شوية سمعت واحد الصوت في ودني تيقول لي ارتاح، ما غندير والو لماماك مادام تجي عندي ونتجاوبو. وإلا فكرت يجي نهار تقلب عليا ديك الساعة منضمنش ليك اش نقدر ندير. انا صافي لحمي تبورش عليا وحسيت برش ليا جمدو في بلاصتهم. وهي تعاود تقول لي ولعت نبغيك تجي عندي. فكرت حتى عيت وقلت خاصني نبقى نمشي عندها حيت خايف دير شي حاجة للوالدة. صافي بقيت تنمشي وغير تنصبر ليها. وليت بحال شي دمية في يديها. مهم واحد النهار قالت لي بلي ما بقاتش باغا تبعد عليا وبغات تزوج بيا او الا شات الحصلة. قلت لها راه هادشي ما يمكنش. قالت لي علاش اي بشرية بغيتيها نكون في صورتها. مهم قلت لها خليني نخمم، وانا بغيت غير نتلفها واحد شوية بين ما لقيت شي حل. وما بغيتش نقول هادشي اللي كيوقع ليا لحتى واحد، حيت عارف الا قلتها لشي حد تمشيو غادي تدمر ليه حياته وممكن تقتلو كاع. فكرت مزيان وقصدت الانترنت.
بقيت تنقلب على بحال هذا الموضوع، تلقيت واحد الكتاب سميتو خطوة نحو الظلام. لقيت فيه الوصف تاع شي كائنات غيبية، وملي وصلت عند داك الوصف اللي تنطبق مع هذا الشيء اللي شفت، لقيت باللي هذاك النوع من الجن سميتو النمرود، واللي تيكونوا فيه الإناث أقوى من الذكور، ومعروف عليه عشيق الجنس البشري، خصوصا دوك اللي تيكونوا مرفوضين وسط العالم تاعهم وحدانيين. تما عاد عرفت علاش اخترتني أنا من دون الناس. تسناو الجزء الرابع والأخير.